السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده انا مولعة على مية على النار. هنعمل مع بعض النهاردة كشري. اول حاجة سمي الرحمن كده، تولعي على المية تبتدي تسخن معاكي، والناحية التانية هعمل البصل. ماشي، انا مقشرة البصل. التقلية دي بقى زي ما انتي تحبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملي بصلتين 3 زي ما انتوا بتحبوها. ماشي، بقطعها كده، بحاول يعني ولا هي تبقى ليها سمك تبقى تخينه قوي، ولا هي رقيقه زياده عن اللزوم عشان ما تتحرقش معايا. زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا نقع الحمص نقعاه عشان لما اسلقه ما ياخدش وقت معايا على النار ويستوي، يبقى كويس. الحبايه تكبر كده وتبقى كويسه. بصوا بقى يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين كده الميه ابتدت تغلي اهي. سمي الرحمن. عشان نحط المكرونه تتسلق. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، انا كده بعد ما حطيت المكرونه ادي البصل. بصوا انا عملت كله. لف التليفون كده شويه. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. اجيب بقى حبه دقيق، بصوا حبه صغيرين اهو كده، عشان اقلب كل البصل كده زي ما انتي شايفه كده. زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين بقى اولع على الزيت عشان نبتدي نحمر التقليه سوا. بس كده الدنيا تمام قوي. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين انا حطيت الحله اللي هنحمر فيها البصل. بسم الله. شوف كده سخن شويه بس مش قوي. لما نطلعها بقى نحط حبه كتير. والمكرونه برضو بتغلي على العين التانيه اهي. وخلي بالك عشان ما تستويش منك قوي. طبعا انا ما حطيتلهاش بقى ولا زيت ولا ملح ولا اي حاجه. لما اصفيها ان شاء الله هحط لها شويه ملح وفلفل اسمر وحبه زيت. البصليه هتبتدي تتحمر اهي. انا دلوقتي بحمر البطاطس في الحله دي عشان الزيت بتاعتها عاليه، ما تطرطش زيت على البوتاجاز. على قد ما اقدر كده، اي تحميره بتروح مطرطشه البوتاجاز وبتبهدله. فقلت احمر بقى في الحله اللي هي حته تانيه. خلاص كده انا عرفت ان الزيت سخن وبقت الدرجه بتاعته تمام. سمي الرحمن بقى وبالراحه ما تحدفيش. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكتري ولا تقللي، يعني ما تحطيش حبه صغيرين ولا تحطي حبه كتير. بس تفضلين بقى كده في قلب الحله وكده تمام قوي. ياخدوا درجه كويسه. بس كده المكرونه. بصوا المكرونه حلوه اهي. نصفي بقى المكرونه. بصوا بقى يا حبايبي، انا صفيت المكرونه الصغيره وحطيت الاسباجيتي يعني كده. حطيت ميه تانية وغليت، وسقطت كمان المكرونه وكسرتها 2 عشان خاطر الكشري هناكله بالمعلقه. تمام.
وطلعت اول تحميره بصل. بصوا هجيب لكم شويه كمان من الكاميرا. بصوا سامعين الصوت؟ بصوا صوت القرمشه. وبرده حطيت الحبه الباقيين، وخلي بالك منهم عشان تطلعيهم نفس الدرجه دي. بصوا حبايبي، انا خلاص خلصت التقليه. بصوا طلعت المره التانية. بصوا نفس الصوت برضو. والمكرونه الاسباجيتي خلاص اهي زي ما انتم شايفين. بصوا ما شاء الله عليها. هنصفيها بقى ونشوف بعد كده هنعمل ايه. بصوا بقى حبايبي، احنا دلوقتي سلقنا المكرونه الصغيره والاسباجيتي وعملنا البصل. تمام. هنعمل بقى ايه تاني؟ ولعنا على العدس. انا غسلته كويس وحطيت له مقدار كوبايتين ميه وولعت عليه عشان يتسلق. انا مش هسلقه سلق كامل، ولكن انا هديله ايه غلوه عشان اخليه يكمل سواه مع الرز. وده الزيت اللي احنا اشتغلنا منه. بسم الله. اللي احنا عملنا فيه البصل. ناخد بقى حبه كده عشان نعمل الشعريه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك بقى اول ما تيجي تحطي. بسم الله الرحمن الرحيم. فوق كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اقلب فيها كده لما اخلي كل الشعريه تاخد من الزيت. وخلي بالك لان الشعريه رقيقه فبتتحمر بسرعه. فيها بقى من الاول للاخر عشان تاخد درجه كويسه. كل ما تبقي مركزه مع الحاجه كل ما تديكي نتيجه افضل. تمام. اكتر حاجه تركزي معاها الحروف عشان بيبقى اللي متنطور فيها بيبقى حبه صغيرين فبيتحمروا بمنتهى السرعه. اللي جوه وطلعي ايه حبه غيرهم تاني يتحمروا، وتجيبي برضو من تحت لفوق وهكذا. والعدس ركزي برضو معاه ما يستويش سوا كامل، يعني يا دوب غلوه والتانيه. وبعدين هنكمل بقى مع بعض عشان تشوفي انا هعمل ايه. بص انا كده حطيت الميه وحطيت لها ملح وحطيت فلفل بس ما عملتش اكتر من كده. والعدس ابتدى يغلي. هسيب بقى دي تكمل سواها. والعدس زي ما انتم شايفين بيغلي. هنقل بقى الشعريه على العين التانيه ونشوف احنا هنعمل بقى الرز. بصوا بقى حبايبي زي ما انتم شايفين انا نقلت الشعريه على العين التانيه وغطيت عليها وعملت بصلايه صغيره وخدت من الزيت اللي انا حمرت فيه التقليه. البصلايه بقى تتبل، مش لازم تاخد درجه قوي، يعني اول درجه في الدهب الفاتح. وجهز الرز بقى جنبي. بسم الله. هسيبه كده واحطه جنبي. والعدس بيغلي اهو. خلاص كفايه عليه كده عشان ايه ما يستويش قوي زياده عن اللزوم ويكمل سواه بقى مع الرز.
وخلي بالك من الحروف عشان هي بتتحمر اول حاجه. والتوابل اللي تحضريها جنبك الملح والكمون. الحروف كده ما شاء الله تقريبا اهي. بس الحروف كده ما تغمقش. دي الحله اللي احنا سالقين فيها عشان خاطر ايه ما نعملش موانع. بس البصلات ابتدت على التحميره اهي عشان بس تدي للرز طعم. دي البصلايه دي مكان التقليه، مش هشيلها بس يعني ايه احاول ان انا اقلب حواليها عشان ما تتحرقش وتمرر. خلاص ابتدت تاخد اللون الاصفر اهو. بصوا مش عايزاها تبقى متحمره قوي. بقى بسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بس الباقي حبة كمون حلوة كده. الملح برضو. بصوا بقى حبايبي، انا اول ما حطيت رحت سقيت الميه بتاعه العدس الاول، وبعد كده لما لقيته عايز ميه كمان رحت حاطه له كمان كوبايه من الميه العاديه. بقى عندك ميه دافيه مفيش اي مشكله. بصوا انا كده تمام. وكان دلع حطيت له شويه ملح وزي الفل. هنغطيه بقى ونسيبه يستوي، واول ما يغلي وطي عليه ونشوف بقى بعد كده احنا هنعمل ايه. بصوا بقى حبايبي، انا خلاص غطيت على الرز والشعريه استوت وكده الدنيا تمام. فاضل بقى الصلصه وانا ولعت على الحمص. بصوا ده توم، الحمص على النار اهو. ونيجي هنا بقى بصوا ده الزيت اللي احنا كنا عاملين فيه التقليه، خدت منه للرز وخدت منه للمكرونه، حطيت منه على المكرونه وقلبتها بشويه زيت وملح وفلفل. تمام. وده التوم اللي احنا هنقليه عشان خاطر الصلصه. هو الزيت مش سخن قوي ولكن دافي. انا بقى حطيته على النار اهو. حطيت التوم يبتدي بقى يتقلى كده وياخد درجه كويسه، وننزل بالطماطم بس. وكده يبقى الكشري بتاعنا فاضل عليه بس تسبيكه الطماطم وتبقى الدنيا زي الفل. بقى تتحمر اهي. برضو خلي بالك منها عشان خاطر التومه ما تاخدش درجه. التوم اصلا ما بيتحملش.
ماشي زي ما انتوا شايفين كده. طعم الصلصه هيبقى بقى واخد من البصل والثوم، تستاهل ان شاء الله، هيبقى حلو. لو حابه تحطي فيها قالب ماجي تمام زي الفل، يبقى طعمها حلو برضه. بصوا زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت الطماطم. بصوا لون الثوم، بصوا لون الثوم عامل ازاي. انا قلت بس لما البخار يهدى شويه اصور لكم. بصوا الدرجه بتاعه تحمير الثوم جميله ازاي، عشان لو غمقت هتدي مراره للصلصه. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده خلاص التسبيكه اتسبكت، وانا حطيت لها الفلفل الاسمر زي ما انتوا شايفين، وحطيت سكر، معلقه سكر صغيره عشان تظبط الحموضه بتاعه الطماطم، وحطيت الملح. بصوا ما شاء الله عليها. وخلاص الحمص استوى. نغرف بقى طبق كشري وتشوفوا شكله عامل ازاي. وكده حبايبي زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله، ادي الكشري بتاعنا سهل وبسيط وما اخدش اي وقت معايا. ادي طبق الكشري انا غرفته، بصوا ما شاء الله شكله جميل ازاي، والحمص تمام زي الفل. ودي الصلصه، ودي الطبق التاني رز على عدس وتقليه من غير اي نوع مكرونه. ادي المكرونه اللي انا مقلباها بزيت وملح وفلفل. ماشي بصوا مفلفله ازاي، معلقه للمكرونات ومعلقه للرز، ما تخليش يعني معلقه الرز تبقى في معلقه المكرونه عشان ما يبقاش فيه فتافيت كده شكلها مش لطيف. وادي الشعريه تمام، وادي التقليه معايا، وادي الرز. بصوا بسم الله ما شاء الله مفلفل ازاي، بألف هنا وشفا. اتمنى تجربوا الطريقه دي وباذن ربنا هتعجبكم، وبألف هنا وشفا. واول مره حد ينورني في القناه بتاعتي يشترك في القناه ويفعل زر الجرس، واتمنى تدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.